تعالى اوريكم ازاي عملت التوزيعات القمر دي من باقي الازاز اللي استخدمتها في الفيديو اللي فات، ولو ما شفتوش الفيديو هتلاقوني سايبه لكم اللينك في الكومنتس. والمره دي بقى توزيعات ولادي زي ما طلبتوا مني بشكلين احلى والطف من بعض. نحتاج ازازه بلاستيك ونجيب اي حاجه ارتفاعها مناسب عشان نسند عليها القلم، ونرسم خط متساوي بالشكل ده. نثبت القلم ونحرك الازازه، بعد كده نقص كل زياده دي بالقطر او المقص. هنحتاج مكوه سخنه على اعلى درجه، نحط الازازه عليها كده لحد ما يبقى الحرف بالشكل ده. بعدين هنحتاج فوم ناخد عليه مقاس الدايره دي، ومن قدام كده بحاول ارسم مستطيل عشان اعمل شكل الكاب. نقص الشكل بقى من على الفوم ونتني الدايره بالنص كده ونعمل فتحه بالمقص، بعدين نتنيها الناحيه التانية ونعمل فتحات بالشكل ده عشان نقدر ندخل منها التوزيعات. نجيب الازازه ونستخدم معاها شمع او سوبر جلو عشان نلزقها في الكاب. وزينتها من الحرف كده بشريط عرض 1 سنتي، كمان زينت الجزء ده بنفس الشريط. كملت تزيين بالشكل ده كده، قصيته على الفوم الاسود ولزقته هنا، وقصيت شرايط صغيره كده عرضها 1 سنتي ونقصها من قدام كده بدوران، وبعدين نثبتها هنا. كمان قصيت دايرتين باللونين السيلفر والازرق ولزقتهم على الكاب من فوق كده، وكده التزيين خلص. نحط بقى التوزيعات من الناحيه التانية. شكله قمر، تزيين بسيط وفكره سهله بجد حلوه قوي. تعالوا نشوف الفكره التانية. استخدمت فوم ساده عشان ازين بالجليتر. قصيت نفس الجزء من الازازه ونحطه كده على الفوم، وناخد مقاس الدايره ونراعي ان الازازه تكون في نص الفوم بالظبط عشان هنحتاج زياده حواليها من جميع الجهات. بعدين رسمت حوالين الدايره كده، عملت شكل السلحفه وقصيتها. بعدين نتني الدايره ونعمل فيها نفس الفتحات زي الفكره اللي فاتت، ولزقت دايره في النص. وهنبدأ تزيين بقى. انا زينت بنفس اللون بس جليتر، وهستخدم في الخطوه الجايه دي سوبر جلو مش شمع عشان حاجات صغيره قوي ومش عايزه الشمع يبهدل الدنيا. لزقت خطوط رفيعه جدا من الفوم كده حوالين الحاجات دي. كنت قصه اشكال عشوائيه كده من الفوم حجمها صغير ووزعتها كده على الايد والرجل. كمان لزقت عيون جاهزه، ممكن تقصوا عيون على الفوم او حتى ترسموها بنفسكم، بجد دي شكلها روعه. نحط التوزيعات. بصوا بقى، خطيره خطيره بجد. وبس كده، ما تنسوش تكتبوا لي رايكم وانهي فكره عجبتكم اكتر.